السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. النهاردة هنعمل لفت المخلل بطريقة سهلة جدا وبسيطة ويبقى زي القمر زي ما انتم شايفين كده. انا جبت هنا عندي 5 كيلو لفت، بعد طبعا التنظيف وكده هيبقى ايه 3.5 4 كده يعني. تمام، انا نضفته كويس من فوق ومن تحت، والعيدان احنا ممكن نخللها برضو. ولازم تغسليه كويس جدا 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 عشان تبقي متأكدة من نظافته. تمام. وجينا بعد كده مسكنا اللفت وقطعناه بسمك تخين شوية عشان يستحمل معانا التخليل لمدة الأسبوع ما يتهريش معانا. ماشي. ومعلومة كمان، لازم اللفتة يبقى قلبها من جوه أبيض، ما بقاش فيها تخريم منقرة كده من جوه، هتبقى لفتة مش حلوة، تبقى شيخة. لازم يبقى أبيض زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك يعني. ماشي. والسمك لازم يكون ايه مقسمها على سمك تخين شوية عشان زي ما قلت لكم ما يتهريش. انا بقى بص، واحده طارت اهي مش مشكله، فقلت اكمل معاكم واحده كمان. فبصوا السمك بتاعه لازم يبقى كده، انا باكد عليكم علشان ما يتهريش معاكم حبايبي. بصوا قلبها ابيض زي الفل ازاي، انا بوريها لكم. يا بصوا ما شاء الله عليه. عايزاكم بقى تدعموني كده في القناه وتشجعوني وتدوني اللايك الجميل بقى وايه، وتشتركوا في القناه عندي بكده باذن الله. تمام. انا عملت الكميه كلها اهي هنا، هقطعها لكم كلها دلوقتي. وهتيجي هنكون طبعا محضرين الحاجه جنبنا. الميه لازم تكون مغليه وتسيبيها تبرد طبعا تماما عشان ايه ما تهريش اللفت. وهنا جبت الكميه كلها ما شاء الله، حطيت عليها 3 معالق ملح كبار وسبته يتنقع يعني ينزل ميته لمده ساعه. افضلي بقى اقلبي فيه كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. تمام. انا هنا فضلت اقلب فيه عشان اتاكد ان الملح كله ايه جه على اللفت. هنسيبه بقى هنا ساعه، هنحطه في المصفى ونحط تحتيه طبق علشان ايه الميه تنزل منه. طبعا احنا مش هنستخدم الميه، احنا هنرميها. وكده انا خدت اللفت بتاعي، بصوا كميه الميه اللي نازل منه قد ايه، ب3 معالق ملح بس. هنسيبه ساعه وخلاص كده. هنيجي بقى نجيب معانا البطرمانات، نكون معقمينها كويس جدا، ميه سخنه ومعقمينها ومنشفينها. ماشي. وحطينا بقى، انا طبعا بشتغل بايدي عشان ايدي نظيفه، ما تقلقوش يعني. حطيت كميه اللفت بتاعتي زي ما انتوا شايفين في البطرمان زي القمر هو اصلا. تمام. ماشي. حطينا الكميه، وطبعا زي ما قلت لكم الميه السخنه، ودي العيدانه هي اللي قلت لكم عليها بتاعه اللفت، انا كنت غسلاها ومقطعاها، يعني احنا بنحبها برضو مع اللفت صراحه. والميه المغليه احنا حطينا ميه عادي او ممكن تغلي في الكاتل، بس الافضل انك تغلي في ايه في حله ستانلس، حله المونيا. وتسيبيها تبرد، وبعد كده هنحط فيها ايه المقدار بتاعنا. ماشي. هنا احنا رصينا اللفت في البطرمان، وهنحط بقى يعني شكلي زي ما انت عايزه بقى. تمام. عايزه تحطي لفت وتحطي العيدان كده. فانا جبت قرن فلفل واحد حراق والتاني ايه يبقى بارد، ورحت غمسته كده، شكيته كده في بطنه ماشي. وحطيت البنجر من فوق قطعته. انت ممكن تحطي البنجر في الميه عادي، وممكن ايه تحطيه فوق اللفت، هو كده هينقع اصلا معاكم. وجبنا هنا لتر ميه وحطينا عليهم الملح، 5 معالق ملح على لتر ميه. تمام. ومعلقه سكر عشان ايه تدي طعم مقرمشه كده، ويبقى طعمه حلو معاكي، ويحفظه كمان من ايه من البكتيريا. وهنا قطعت اللفت برضو، قطعت البنجر وحطيته في الميه الدافيه. تمام. انت ممكن تحطيه في البطرمان عادي وتشتغلي على طول، بس انا قلت هنا ممكن ينقع اكتر، بس ايه لقيته بسيط يعني عشان طبعا الميه ايه فتره مش سخنه. قطعت البنجر كله معلش. وهنا عملت بطرمان صغنون كده، بقيت اللفت. تمام. وقطعت بقى الفلفل الاحمر ده هناك بيبقى مولع شويه. تمام. هنا بقى لتر ميه على ال5 كيلو او ال4 كيلو، لحد ما ايه البطرمان يملى معانا. و5 معالق ملح كفايه. كفايه اللي بيحب يحدق بقى يحدق. هي 5 معالق ملح على لتر ميه، وتدوبيهم كويس جدا، وتروحي نازله عليهم ايه بالميه في البطرمان ان شاء الله على اللفت. وبس هو كده خلص معانا، ولا اسهل من كده.
وطعمه هيعجبك جدا، يا رب تجربيه وان شاء الله هيعجبكم. وطبعا حطيت معلقه شطه كده عشان تحفظوا، وكملت بقى عليهم بالميه ورحنا قافلينه بس. وتروحي ماسكاه بقى ورجيه، رجيه كويس جدا عشان الميه والشطه يخشوا في اللفت ترجيه كويس اهم حاجه. تمام. وسبته بقى اسبوع، ما تفتحيش عليه. بصوا بقى شكله عامل ازاي ده كده بعد اسبوع. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا ريت تجربوه. بصوا ميته محمرة لوحدها هو لونه عامل زي الوردي. في ناس بتحط ماء احمر جامد قوي بيبقى محمر قوي، هو الوردي ده كده احلى ما شاء الله عليه. وقرن الفلفل بتاعنا عمل معانا برضو شغل عالي ما شاء الله. والعيدان برضو طعمها والله تحفة ما شاء الله. يا رب يعجبكم ان شاء الله يعجبكم. وجربوا الطريقة، طبعا الليفت دلوقتي موجود في السوق، فاشتروه وان شاء الله يعجبكم الطريقة اللي انا عملتها بيهم. وقولوا رأيكم فيها وتدعموني بقى وشجعوني كده. واللايك الحلو والكلمة الجميلة، تعليقاتكم والله بتفرحني. وتقولي انتوا بتتابعوني من اي بلد، عشان انا بهتم اوي بالمواضيع دي والتفاصيل دي. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع الف سلامة.